بيكون شكله بالشكل ده، ازازة سيرم عادية. تمام، هي كاتبين ان هو 2 in 1 بيعمل يعني رينيوال للبشرة، وبيعمل بيشيل التجاعيد وبيخلي البشرة فيها جلو برابن فري. وحاطين هنا طريقة الاستخدام. طب خليني اقول لكم ليه انا اخترت داكي، واللي متابعني عارف ان انا كنت بستعمل ريتينول اللي هو نانو تريت، وانا حباه برضو لان هو بيرطب البشرة. بس داكي في فرق عنه عن الريتينول النانو تريت. ايه الفرق بتاعه؟ بصوا بقى، لو انت عايزة يعني انت دلوقتي بشرتك فيها مشاكل كتير، تمام، فداكي من التقشير القوي عن النانو تريت. ليه؟ داكي التركيز الريتينول فيه 1%. حلو كلام. سيرم ريتينول فقط تركيزه فيه 1%. هما كاتبين ان في احماض فواكه كمان معاه. فده بتحطيه مره واحده لما بتجيبي تستخدميه، بتاخديه كده بالسيرم الدروبر ده، وتبتدي ان انت تحطي قطع نقطه على كل خد، نقطه على القوره، نقطه على الرقبه، وتبتدي تدعكي بيه وشك، وتحطي كمان على ايديكي. انا بحب احطه على ايديا عشان الايدين برضو بتتعرض لعوامل كتير قوي، وبتبقى بتفضحك في الاخر. يعني مش وشك بس يا جماعه اللي نهتم بيه، ايدينا في الاخر هتفضحنا مع السن ومع كل ده. طيب بتحطيه مرة في الأسبوع أول ما بتجيبيه، وبعدين تاني أسبوع بتحطيه مرتين، وبعدين بعد كده بتستخدميه يوم بعد يوم. تمام. أول مرة مش هتحسي بفرق. من تاني اسبوع اللي هو لما تستخدميه مرتين في الاسبوع، هتبتدي تحسي ان في تقشير بسيط في بشرتك. تبتدي تستخدميه يوم بعد يوم، هتبتدي تحسي ان في تقشير في بشرتك، وفي نفس الوقت هتحسي ان الحاجات ابتدت تختفي. مهم ايه بقى؟ مهم فيه ان احنا بنحطه بالليل، دي اهم حاجة. ما تحطوش الصبح، هيجيب نتيجة عكسية تماما وهيبوظ لك البشرة اكتر ما هي. بتحطيه بالليل وتنامي بيه، مش هنشطفه، بننام بيه طول الليل، وده كلام الشركة نفسها مش كلامي. تمام. بتنامي بيه طول الليل، تصحي الصبح تشطفي وشك وتحطي المويسترايزر بتاعك او المرطب بتاعك. مهم نحط مرطب. ده اول اسبوع، يبقى انت كده استخدمتيه اول اسبوع، حطيتيه بالليل، قمتي الصبح شطفتي الوش وغسلتي وحطيتي المرطب، وكل يوم تحطي مرطب قبل ما تنامي. تاني الاسبوع استخدمتيه مرتين، عملنا نفس البروسيس. وتالت اسبوع يوم بعد يوم بتصحي الصبح تغسليه وتحطي المرطب، كل يوم هتحطي مرطب قبل ما تنامي. تمام. خلال شهر، ده سريع عن النانو تريت، خلال شهر بشرتك في حتة تانية، في حتة تانية خالص. طيب النانو تريت بقى بعد ما ده يخلص، استخدمي النانو تريت يوم بعد يوم، لانه فيه ريتينول خفيف، في في فيتامين بي تقريبا، في هايلورونيك اسيد تقريبا، في نياسيناميد او حاجه، ارجعوا للفيديو بتاعي. يعني في مرطبات معاه، فبيعزز البشره كمان. بس نكون حلينا 90% من مشاكل البشره او 80% من مشاكل البشره بالداكي ده. تمام. في كمان السيلات زيه بالظبط، وكويس جدا برضو لو لقيتوه، بس السيلات اغلى. وانا اداكي لقيته نفس التركيز الريتينول، فجبته 30 مللي، بيقعد معانا فتره طويله، هيكفيكي لمده كبيره جدا. اتاكدي ان انت بتجيبيه من مكان اوريجينال، الصيدليات او كده. انا جايباه جمله، جايباه ب100 وحاجه و80، ودي مش هتلاقي سعر في الصيدليات اصلا. يعني مش موجود السعر ده غير في المحلات اللي هي الجمله. وانا اتكلمت كتير عن محل الجمله اللي انا بجيب منه حاجتي، وعلى فكره بيوصل في كل مكان، فانتوا ممكن تبعتوا له وتكلموه يعني وتطلبوا منه اللي انتوا عايزينه. فده اختيار ممتاز جدا لو انتي لسه بشرتك فيها مشاكل كتير، تبتدي بيه وبعدين تكملي بالنانو او تكملي باي حاجه فيها ريتينول اقل. يبقى ده الروتين الدائم لبشرتك، خصوصا بعد ال30، او كمان في ناس بتستخدمهم سنه 28 سنه. مهم قوي يا جماعه علشان ما تدخلش في مشاكل بشره بعد كده. بس ده كان ريفيو سريع كده، يا رب يكون افدتكم، واشوفكم في ريفيو تاني جديد. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو، وكومنت لطيفة تشجع بيه، واسألوني اي سؤال هرد لكم عليه. باي باي.